القرآن الكريم معجزة خالدة خلود الدهر، باقية بقاء الناس حتى يرث الله الأرض ومن عليها. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقارئ القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك في آخر آية تقرأها. قارئ اليوم هو قارئ المغرب الأول. تعرف الناس على صوته من خلال أثير الإذاعة الوطنية، ثم تعرفوا بعدها على صورته عبر التلفزة المغربية في بداية الستينات. كان يفتتح إرسالها ويختتم الإرسال بآيات من القرآن الكريم. عبد الرحمن بن موسى هو قارئ مغربي ولد بمدينة سلا سنة 28 غش 1908، وتوفي سنة 1997. تلقى العلم على يد علماء المغرب، وبرع في فن المديح. نشأ في بيت علم، حيث كان أبوه العلامة أحمد بن موسى فقيها ومحدثا. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ودفعه فضوله العلمي إلى تلقي العلم على يد مجموعة من الشيوخ كأبي شعيب الدكاري ومحمد بن العربي العلوي. فكيف كانت بدايته؟ اشتغل الشيخ عبد الرحمن بن موسى بالتجارة ردحا من الزمن، وبعدها ناسخا في محكمة القاضي إدريس بن خضرة. في يوم من أيام رمضان اتصل به قاضي المحكمة وقد أخبره بأنه قد تم اختياره ليؤم بالملك محمد الخامس، الذي أعجب بتجويده وترتيله، فاستدعاه ليستقر بالمشوار السعيد بالقصر الملكي، حيث كان يؤدي الصلاة في رمضان بالملك وأبنائه. وتوالت الأيام وهو يقرأ القرآن على أمواج الإذاعة الوطنية، إلى أن تم إخباره للالتحاق بالقصر الملكي لابسا الزي التقليدي الوطني. وبعد امتحانه تم اختياره لتدريس الأمراء مادة القرآن الكريم بالمدرسة المولوية. كان المغرب يعيش تحت وطأة الاستعمار الفرنسي، وبعد نفي السلطان محمد الخامس من طرف المعمرين، غادر عبد الرحمن بن موسى القصر عائدا أدراجه إلى سلا. منذ نصف قرن من الزمن، والمقرئ عبد الرحمن بن موسى يشنف أسماع المغاربة. إلى جانب التجويد فكان متقنا لفن المديح، كما عمق ثقافته لغة وفقها. وسيبقى صوته خالدا، مميزا للهوية المغربية الأصيلة الصرفة، العصية على كل تقليد عبر بقاع العالم بأسره. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين